لا صحيح يا ابني، ممكن ما يبقاش عندنا بنزيما ولا نقوله كانتي ولا عبد الرازق حمد الله ولا صلاح حتى والرجاله، ولكن عندنا كونسبت اسمه الحمد لله. بعيد بقى عن السقف والهزار، الحمد لله فعلا، الحمد لله على نعمة الأهلي. مش فاهم بصراحة بعض الناس اللي عمالة بتتكلم وبتهري، والأهلي هيشيل والأهلي حامل والأهلي مش عارف إيه وهنقابل نجوم العالم وإيه يا جماعة، الموضوع مش كده خالص. الموضوع مش عايز أقول أتفه من كده بمراحل، الموضوع مش كده نهائي. أنا عندي نقطتين. النقطة الأولانية وهي إن الأهلي خسر من اتحاد جدة في 2005. 2005 أنا كنت لسه عندي تقريبا، كنت في سنة خمسة ابتدائي تقريبا، فما أعرفش أنا القصة دي. بس اللي اعرفه ان الاهلي او الفرقه اللي خسرت من فريق بيبقى في سجل المقابلات بينهم، انت كسبتني كام ماتش، انا كسبتك كام ماتش، تعادلنا كام ماتش، فانا طبعا لازم اكسب. وطبعا لازم اكسب علشان انا في كاس العالم للانديه. ومن ناحيه ثالثه انا لازم اكسب علشان ده يعني يعتبر تحدي عربي او تحدي افضليه. فالاهلي طبعا معودنا في المنافسات من النوعيه ديت انه ما بيتاخرش وما بيخذلناش وبيكون في الموعد. علشان كده انا حابب اقول ان الاهلي موجود. الاهلي مش فرقه سهله، الاهلي بطل افريقيا، الاهلي اكتر فرقه مشاركه في البطوله دي. الحاجه التانية وهي ان هنلاعب فرقه اوروبيه، هي مش فرقه اوروبيه، هي فرقه مع احترامي لاتحاد جده، هي فرقه عربيه في دوري عربي، فيها لاعيبه اوروبيه، يبقى فرقه كبيره جدا. الدوري السعودي دوري كبير جدا واحسن من الدوري بتاعي، احسن من الدوري المصري. امال انا عايز اقول ايه وبهرف ايه وبلف وادور على ايه؟ انا عايز اقول ان هي مش بالصوره اللي احنا بنحاول نصورها لنفسنا. الموضوع مش كده نهائي. الموضوع ان هي مجرد فرقه عندها عناصر اوروبيه، عندها كريم بنزيما. بس هل كريم بنزيما هو نفسه النسخه بتاعت ريال مدريد؟ لا. لا لاسباب كتير جدا. فنيا اكيد هيبقى لا. فنيا لا، ليه؟ لان حتى زمايلك اللي هيديك الثرو مش كروس. يعني اللي هيلعب جنبك مهاجم ماهوش رونالدو. الوانتوهات، نوعية الوانتوهات، نوعية الباصات، نوعية فهم العقليات نفسها، الموضوع مختلف. اللي كان واقف لك مش نفاس مثلا، مش جنبك فينيسيوس جونيور، اي نعم بنزيما ما كانش بيحب يبصيله بس مش هو اللي جنبك. فاذا الموضوع برضو مختلف. انت فكره انت جبت عناصر، دعمت بعناصر. كريم بنزيما عنصر فرديا وجماعيا. في اوروبا اللعيب بيتقيم كده، اللعيب فردي وجماعي. فردي هو لما بيضطر ان هو يشتغل لوحده علشان خاطر يخدم الدور الجماعي. يعني انا هرقص الترقيصه دي علشان خاطر اعمل بقى ايه، ابصي بقى، اشوطها، اعمل ايه. فاذا فرديا كريم بنزيما طبعا ما فيش ولا كلمه، ولكن حتى فرديا اللي كانت ممكن تبقى ميزه، هو فرديا لازم هيقل. ليه هيقل؟ هيقل طبعا مقارنة بمستواه في ريال مدريد، مش قصدي انه هيقل يعني هنا، لا. هيقل لان ببساطة انا شفت حاجة كده مثلا، شفت في التمرين لما كريم بنزيما جه كان بيتمرن، فاللعيبة اللي جنبه بتتمرن التمرين اللي هو بيتمرنه غلط، او مش عارفة تتمرنه، او ما عندهاش الاتزان او التوازن في الجسم ان هم يعملوا التمرين ده بالشكل الصح اللي بيعمله كريم بنزيما، لانه متعود عليه وده العادي بتاعه هناك في اوروبا، هو واقل واحد في اوروبا. فاذا العقليات او المستوى الفردي اللي جنبك مش هو نفس المستوى بتاع ريال مدريد. اذا انت لما بتلعب كريم بنزيما، انت بتلعب كريم بنزيما لاعب النصر او لاعب الاتحاد، انا اسف، مش لاعب ريال مدريد. وكذلك نقوله كانتي انت لما كنت بتضغط هناك على لعيبه تقيله صلاح بيقابلك، لا مش عارف مين، لا انت بتلعب على سرعه، بتلعب. فانت طول الوقت بتطور من نفسك عشان تفضل موجود. انت تطويرك من نفسك ده هيقل لان المنافسين ليك مش هيبقوا على نفس المستوى اللي يخليك اصلا تبذل مجهود. دي حاجه تانية. اذا الاهلي لما بيلاعب فرقة فيها لعيبة أوروبية، هي فرقة فيها لعيبة أوروبية، مش بيلاعب فرقة أوروبية. ومع ذلك خبرة الأهلي في المشاركة في بطولة كأس العالم، الخبرة دي نقعد نقولها كتير بس احنا مش فاهمين معناها. لا، خبرة ببساطة هي إن أنت عارف لما بيقابلك مواقف معينة بتعرف تتعامل معاها بالشكل، أنهي شكل. يعني أنت لما بيقابلك فرقة ما بتخلكش تلمس كورة طول الماتش، وفرقة سريعة، فبتبقى عارف إن أنت لازم تتماسك دفاعيا، هيجي عليك فرص كتير، لازم حارس المرمى يبقى له دور، لازم الدفاع بتاعك، خط الدفاع بتاعك وخط الوسط لازم هيبقى لك دور، لازم لما يجي لك كوره كورتين تستغلهم وتطلع بيهم بسرعات. الكلام ده كله كنا شفناه مع تريكا وفلافيو والناس دي، شفنا احنا في الاجيال والاجيال اللي بعد كده. ابتديت انت يبقى عندك ثقه شويه في المشاركه في كاس العالم للانديه بعد كده. بقيت لما بتقابل فرق اتقل منك برضه بتعرف تتعامل مع الماتش. اخرها ريال مدريد نفسه. ريال مدريد نفسه السنه اللي فاتت احنا لحد اخر دقيقه في الماتش او دقيقتين احنا كنا ممكن نتعادل، يعني كنا واقفين على فرق جول.
فكنا خلاص لما خدتنا الجلاله قوي بقى، وخلاص احنا كده كده خسرانين، هاجم يا عم. فهاجمنا فلبسنا جون او جونين بقى، فخلاص الموضوع انتهى. ولكن انا اقصد ان انت في المباراه كنت موجود، وكنت وارد جدا تكسب، وايه المشكله وايه اللي يمنع؟ اذا دي الفرق، مفيش فرقه بتلعب كره اسرع من فرقه ريال مدريد. فرقه ريال مدريد مفيش فرقه اوروبيه بتلعب كره اسرع من كده. هل الاتحاد اللي هنقابله هيلعب كره بنفس السرعه دي؟ يا سيدي اهلا وسهلا، مفيش مشكله. اذا انت اصلا قابلت اللي اقوى من الاتحاد كام مره يعني، وبتعرف تتعامل. هي ده خبره المباريات في البطوله دي، اللي هو اصلا الاتحاد ما عندوش خبره البطوله دي، اللي هو اخطف واجري. يعني ماتش وصباح الفل، كسبت وعديت، ما كسبتش يلا صباح الفل روح، مفيش مشكله. فاللي انا عايز اقوله، الموضوع مش بالصوره اللي احنا مهيئينها لنفسنا، ان احنا هنواجه بقى يعني فرقه بقى اوروبيه، والاهلي هيبقى حامل ايه وقرف ايه والكلام فاضي، احنا هنهزر. احنا الاهلي يا جدعان، في احنا الاهلي. الاهلي انا لو هلاعب مانشستر سيتي، لو هشيل منها سكور، بس ما ينفعش انا اقلل من نفسي، او ما ينفعش يبقى ليا مثلا الناس ما بتشجعنيش او كده، او اتريق على نفسي. وبعدين لما انا اتريق على النفس تبقى في اطار معين، اه يا عم بنهزر تحفيل وبتاع وكلام زي كده. لكن انا في النهايه الاهلي، ولو خسرت ابقى زعلان ان انا خسرت حتى لو من التخيل. وبس يعني ربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله، ونوصل لاكتر حاجه ممكن نوصلها في البطوله دي، ونكسب مانشستر سيتي. ان احنا عارف ان ده بقى يعني لحد هنا بقى والكلام يقف، بس تمام ماشي مفيش مشكله يعني. ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرم النادي الاهلي، واحنا الاهلي.